أهلا بيكم في سلسلة جديدة بمسمى ألغاز علمية في حياتنا اليومية. سلسلة بنجاوب فيها على أسئلة بتدور في دماغنا كل يوم بشكل خفيف وسريع. يلا نبدأ. عمرك سألت نفسك ليه السما لونها أزرق مش أي لون تاني؟ الشمس بتطلع ضوء أبيض، لكن الضوء ده فيه ألوان كتير زي الأحمر والأخضر والأزرق. لما الضوء يدخل الغلاف الجوي، جزيئات الهواء بتبعثر الألوان دي، والأزرق بيتبعثر أكتر. الأزرق طول موجته أقصر، عشان كده بيبان في كل حتة حوالينا، والنتيجة السما بالنهار بتظهر زرقاء قدام عينينا. كلنا مرينا باللحظة دي، تقطع بصل وتبدأ دموعك تنزل. البصل جوه خلاياه فيه مواد كيميائية معينة، وأول ما يقطعوا المواد دي بتتفاعل وتطلع غاز بيوصل لعينينا. العين بتحاول تحمي نفسها فتفرز دموع علشان تغسل الغاز ده، والحل لو حطيت البصل في التلاجة قبل التقطيع الدموع هتقل. فاكر الطماطم خضار؟ الحقيقة علمياً هي فاكهة. أي نبات فيه بذور بيعتبر فاكهة في علم النبات، والطماطم فيها بذور جواها، لكن في المطبخ بيعتبروها خضار عشان بتستخدم في الأكل مش الحلويات. يعني الطماطم علمياً فاكهة، لكن عملياً خضار. في ناس بتقول دماغ، وناس تانية بتقول مخ. إيه الفرق؟ المخ هو جزء من الجهاز العصبي موجود جوه الجمجمة، أما الدماغ فالمقصود بيه الجمجمة زائد المخ جواها. يعني المخ عضو والدماغ الصندوق اللي شايله. فالمرة الجاية لما حد يغلط قوله دماغك مش مخك اللي فيها العيب. الكل عارف إن الفهد أسرع حيوان على الأرض، بس مش الأسرع في العالم كله. اللقب بيروح لطائر اسمه الصقر الجوال. الصقر ده لما بيغوص في الهواء يوصل سرعته لأكتر من 300 كيلو متر ساعة، يعني أسرع من عربية سباق فورمولا 1. فالخلاصة، الفهد أسرع على الأرض والصقر أسرع في السماء. إزاي حاجة تقيلة زي الطيارة تقدر تطير في السماء؟ السر في شكل الجناح. الهواء اللي فوق الجناح يمشي أسرع من اللي تحت، فيعمل فرق ضغط. فرق الضغط ده بيرفع الطيارة لفوق، ومع المحركات الطيارة بتفضل طايرة لمسافات طويلة. ليه وإحنا نايمين بنشوف أحلام غريبة؟ العلماء بيقولوا الأحلام بتحصل في مرحلة اسمها REM sleep. المخ في المرحلة دي بيكون نشيط جداً زي وإنت صاحي. الأحلام بترتب الذكريات وتساعد على معالجة المشاعر. يعني الأحلام وسيلة دماغك علشان ينظم نفسه. يمكن سمعت الجملة الشهيرة: الإنسان بيستخدم 10% بس من دماغه. الحقيقة دي خرافة. صور الرنين المغناطيسي بتوضح إن كل أجزاء الدماغ بتشتغل في أوقات مختلفة. يعني ممكن مش كلها في نفس الوقت، لكن مفيش جزء مالوش وظيفة. فالواقع بنستخدم دماغنا 100% مش 10%. إزاي النحل يطلع مسافات بعيدة ويرجع لخليته تاني؟ النحل بيشوف الأشعة فوق البنفسجية اللي إحنا ما نقدرش نشوفها، وبيستخدم الشمس زي بوصلة. كمان بيتذكر العلامات حوالين الخلية، وبكده يقدر يرجع بيته بسهولة مذهلة. كلمة أوكي موجودة في كل لغات العالم تقريباً، لكن أصلها إيه؟ في القرن ال19 الأمريكان كانوا بيحبوا يكتبوا اختصارات مضحكة. مرة كتبوا all correct غلط، وكتبوها all correct، ومن هنا اتولدت كلمة أوكي، وبعدها انتشرت لحد ما بقت كلمة عالمية. ودي كانت شوية معلومات على السريع. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل جديد. أشوفكم في حلقة جديدة.